قبل ما نبدا بغيت نقول لك انت ولا انت اللي كتسمعني دابا، هبط دير شحال ما قديتي ديال الكومونطيرات، كومونطير 2 3 10 20، وما تنساش دير واحد لايك. وإلا كنتي مازال ما مديرش ابوني هبط ديرها. يلا بلا ما نطول عليكم. بقاو كيوشوشو قال لنا نقرا حطوا داكشي من يديكم وجلسوا. جلسنا ولكن الديب كان ساكت وناض كيغوت. تخلعت انا في ديك اللحظه وبقيت خايف، غير عندها كيفلت ليه من يدو. الديب كيغوت والقرع حتى هو كيغوت. واحد المنظر بالقدر اللي كيخلع، بالقدر اللي هو درامي. انا ما بقيت عارف باش بلاني ربي، غير جالس وحال فمي في داك الشيء اللي قدامي. القرع كيغوت وكيهضر بواحد التلخبيط في شكل الحاجه اللي فهمت هو راه فاهم وحافظ اي كلمه كيقولها. في واحد اللقطه سكت كل شيء، واحد السكات لدرجه بقيت كنسمع الدقات ديال القلب ديالي. عمرو ما كان كيحسب ليا كاين هاد الدرجه ديال الخوف. حبس القرع وتم جاي قاصدني. انا بديت كنشهد وخا لساني كان كيترعد كثر مني. منين قرب لعندي واخا الظلام شفت وجهه وعينيه كانوا غاديين يخرجوا وعرقان والكشكوشه خارجه من فمه. داز من حدايا وهز الصندوق ورجع لبلاصتو، حلو وبدا كيلوح الرماد في الهواء وكيزيد غوت. المنظر اللي كيخلع هو الرماد ما كانش كيطيح في الارض، بحال الا كان كياخذو شي واحد في السما. كنشوف حدايا كنلقى يوسف ومول الديب مخلوعين كثر مني، هما اللي كانوا عارفين شنو تابعهم. في الاول ما كنتش فاهم والو، ولكن حسيت بلي هادشي كامل ماشي عليا انا. واحد شويه الديب سكت وتكمش، واول مره كنشوف بحال هذاك المنظر. رجع فحال الا شي قط صغير دار القرع لعند يوسف، قال لي ها هو جا. يوسف ناض وقف من بلاصتو وقال لي واش ديك الكلمه اللي قال ما عقلتش عليها، ولكن طويله وفي شكل. شفت وجهه تبدل، شاف فيا وبغى يبكي. انا عقلي كان كيقول حاجه وحده: هرب يا ولد الناس هرب، راك غادي تموت. شويه حسيت بشي حاجه دازت من حدا راسي، ما قدرتش ندور نشوف. ناض خونا وجر معاه الديب ومشى. ملي دورت وجهي لقيتو هاز موس. من بعد عرف شو خنجر. شافو القرع كان غادي يطير بالفرحه، بقى كيغوت بديك اللغه بحال الروسيه، وخدا من عنده الخنجر وقال لي نوض نوض وكيغوت. انا نضت ومشيت لعندو. ديك 5 ديال الخطوات اللي زدتهم كانوا اطول خطوات في حياتي. وقفت حداه عنقني وبقى كيقرا عليا داك الكلام ديالو. مشى كيجري للصندوق وجبت شي حاجه عطاها لي في يدي. انا مع الظلام والخلعه ما عرفش شنو داك الشي، ولكن بان ليا كحل وفيه واحد الريحه بحال شي فار ميت. حققت فيه وانا اللوحه وبقيت كنغوت. يد بنادم اخوتي وحق الله المعبود، يد بنادم مقطوعه. في ديك اللحظه بقى كيبان لي غير نجري تنوصل عند ميمتي. هزها القرع وبدا كيغوت وحطها لي في يدي عاوتاني وقال لي دير اللي غادي نقول لك. الركابي ما كانوش عندي باش نوقف. حط لي اليد في يدي والخنجر في اليد الاخرى، قال لي دير الخنجر في اليد. انا بقيت غير كنخربق وكل مره كيطيح لي داك الشيء من يدي. ما عرفش واش داك الشيء اللي كيطيح حدايا في الارض دموع ولا عرق. حطيت الخنجر في اليد وجمعت عليهم صباعي وبقيت شادهم في يدي، وربي اللي عالم بيا دار واحد دائره في الارض وقال لي اللي غادي نقول لك ديرو وبلا ما تهدر، بلا ما تقول حتى شي حرف. قال لي شد داك الشيء بيدك الشمال وبدا كيغوت وكيقول لي اكتب الفاتحه بالمقلوب. قلت لي ما غنعرفش. حط لي ورقه قدامي وقال لي نقل. ديك الورقه كانت مكتوبه فيها سوره الفاتحه. انا بديت من الحرف الاخر وانا راجع حرف بحرف. حسيت براسي كندير شي حاجه خايبه. غير تصور مع راسك كتكتب في التراب بيد ديال بنادم في وسط منها خنجر، ما عرفتيش منين جاي وشنو كتكتب. صوره قرانيه وبالمقلوب. العقل اللي خمم ما بقاش عندي في ديك اللحظه. مشات القرايه، مشى الدين، مشى كل شيء. الحياه حتى هي
كنحس بيها مشات. فين غادي بيا هادشي كامل؟ ساليت وقفت ولحت داكشي من يدي. درت نشوف يوسف وصاحبه، ما لقيتهمش. درت حدايا، لقيتهم كيحفروا في البلاصه اللي كنت كنكتب فيها. القرع ما عرفتوش فين مشى. انا كنت صافي، ما بقى ليا فين نزيد. النفسيه ديالي تحطمات. مشيت جلست حدا الديب وكنت باغي نبدا نبكي، ولكن على شنو؟ حياتي كامله ولات كتبكي. كنضغط على راسي باش ما نتفكرش مهمتي. بقيت كنشوف في الديب وكنقول شكون اللي قال القصه اللي بدات بسبريله مقطعه وصلت لانني جالس دابا حدا حيوان مفترس. دورت وجهي، لقيت الكلاب ثلاثه كيحفروا. كلاب كيحفروا فحال الزومبي. حنيت راسي وغمضت عيني، تسمعت الغوات وبداو يعنقوا بعضياتهم وجبدوا صندوق كبير. فهمتوا دابا شنو كان واقع؟ برافو، ويجبدوا كنز. انا كان كيحسب لي الكنوز تا هو مكذوب بحال هادشي اللي عشتو. شفت الصندوق وفهمت كل شيء. وقفت حداهم وبقيت كنشوف. الحاجه الوحيده اللي طاحت لي في بالي هي نشركهم كاملين وندفن اصلهم في الحفره. ولكن كي غندير؟ هما ثلاثه ومعاهم الديب، وغير واحد فيهم بوحدو فيه 10. حطوا الصندوق وبداو كيمسحوا فيه وفي واحد الجو ديال الهستيريا، بحال لقاو دوا الموت. اول حاجه جرني القرع وفرحان، بغى يعنقني دفعته. شد في القفل وقال لي يدفل عليه. تما عرفت باللي كل شي في يدي. انا الا ما بغيتش غادي نخسر ليهم البلان كامل. قلت ليه لا، ما غندير والو حتى تقول لي شنو واقع هنا. راكي غوت، ماشي وقت الشرح هذا. دير اللي قلت ليك. في ديك اللحظه كنت كندور في جنابي، كنشوف اين طريق غادي نشد. الا بديت كنجري شفت راسي حاصل وما بقى ليا حتى حل من غير نمشي معاهم في الخطه ديالهم. وقفت حدا الصندوق وبقيت كنتسنى القرع يقول لي شنو ندير. الصندوق واخا كان موسخ وكامل تراب، ولكن كان باينه في وسطو كنز، غير من الزواق ديال النحاس اللي كان فيه على برا. قال لي يدفل على القفل بالزربه، ما بقاش الوقت. شديت القفل في يدي، واول حاجه لاحظتها هي ملي ما فيش بلاصه الساروت. دفلت عليه 2 مرات وما وقع والو. قال لي صافي حبس ونوض في حالك. انا في ديك اللحظه حسيت باللي غنبدا في المعقول وباللي هادشي غير تسخينات. رجعت اللور وجا يوسف بغى يحل الصندوق، ما خلاش القرع. قال لي لا ما تقيسوش، ماشي هنا. بقيت واقف وما فاهم والو. جمعوا هما داكشي كامل وقالوا لي زيد في حالنا. فين؟ نفس الجواب بلا ما تسول. القرع ويوسف كانوا هازين الصندوق وحاطين 2 صنادق اخرين، وخونا الضخم كان هاز الخنشه على كتافو وجار الديب. مشينا تقريبا شي نص ساعه توصلنا لواحد البلاصه نحلف عليها عمر بنادم ما وصل ليها. وقفنا وبقى يوسف كيتصنت شويه حنا للارض وحيد واحد الغطاء ما كنتش شايفه اصلا. طل فيه وضوى بالبيل. عرفتو بير؟ اواه، شنو كيدير بير في وسط هاد الخلا؟ الديب اللي كان في اليد ديال خونا في ديك اللحظه بدا كيغوت ومولاه كيحاول يسكتو. طليت انا في البير ورجعت، بان لي غارق بزاف. حيد حوايجك. سمعت هاد الجمله وما عرفتش شكون قالها. درت عند القرع وقلت لي واش معايا؟ قال لي معاك. حرشت معاه الهضره. قلت لي كيفاش عاوتاني حيد حوايجك؟ نقز يوسف قبل ما يهدر درت فيه. قلت لي دخل سوق راسك، غير بلاتي عليك انت. القرع بدا كيرطب معايا الهضره وقال لي راه ما يمكنش تهبط بحوايجك. شنو هو؟ بلاتي. كيفاش نهبط؟ واش باغيين تهبطوني للبير؟ لا مالكم مراد ولا كيفاش؟ ما لقيتش كندير نوصف لكم داكشي اللي حسيت به ديك الساعه، حيت المنطقه ديال الشعور في المخ كانش ما عندها فين تزيد. النفس وليت كنطلعها بالعذاب. قال لي باللي ما عندي حتى خيار من غير هذا، وباللي الا تراجعت في هاد اللحظه عمري لا عاودت شفت الضو ديال سيدي ربي ولا كليت النعمه. صافي وصلت للفينال. صافي ما غنعاودش نشوف مهمتي، ما غنعاودش نشوف راسي في المرايه. عندي اختي عمري عنقتها
علاش غادي نموت دابا؟ ما غاديش نعاود نشوف الضحكه ديال الدراري صحابي ملي كنت كنعاود ليهم النكات. علاش مكتاب ليا هكا؟ بغيت غير نشوف امي يمشي اخر مره، نشم الريحه ديال شعرها، بوس يدها اللي عمرني بستهم، نطلب منها السماحه على اي حاجه، على اي مره صوتي على فوق صوتها، على اي مره كنت كنبكيها، على الزبل اللي ما كنتش كنبغي نخرجو، على الوقت اللي ما كنتش كنبغي نمشي للمدرسه، على 9 شهور اللي عذبتها معايا ملي كنت فكرتها، على والو، على كل شيء. بقيت واقف والدنيا واقفه بيا. شنو ندير سيدي ربي؟ شحال من حاجه طرات لي في حياتي، ولكن عمري كنت كنتخيل يوقع لي حتى 1% من هاد الشيء. واش غادي نموت هنا؟ ميمتي ما غاديش تدفني؟ واش بقات تجي تبكي على قبري؟ علاش سيدي ربي؟ واش في هاد 20 عام اللي عشت درت شي حاجه خايبه في حياتي لهاد الدرجه اللي نتعذب هكذا؟ درت شفت يوسف جاي وهز معاه سلوم ديال الخشب، كنت مخلوع ولكن هاد الناس كيديروا شي حوايج راسي كيبغي ينفجر باش نفهمهم. حط حدانا داك السلوم، وصل القرع وقال القرع اصاحبي نسيت فين حطيته. هادشي كانوا موجدين ليه من شحال هادي، والبلان مقاد وكان داير عليا من الاول. قلت لي غادي نحيد حوايجي، ولكن ماشي كل شيء. عيا يهضر معايا ولكن لقى راسي قاصح. في الاخر قال لي انا درت اللي عليا وانت دبر راسك. حيدت حوايجي وكان الموت ديال البرد، بقيت كنحس براسي بحال شي بطريق في الثلج. مشى القرع للصندوق وجاب خنشه وحطها حدايا، عيط على الجوج الاخرين يشدوا معاه. هذاك الضخم عطاه سيدي ربي واحد القلده، ولكن حرمو من العقل. سمح في الديب ما مربوطش وجي يشد معاهم. دار فيه القرع، قال لي سير ربط داك المصيبه. رجع يربطو وهو يهرب ليه. واحد المنظر ضحكت عليه بحال اللي غادي نضحك اخر مره في حياتي. الديب قدو قداش وكان غادي هارب من واحد قد هرقل. تصور راسك عريان وغادي تنزل البير وكتضحك على هاد الشي. اصلا الفريخ كان بدا كيطير ليا. الديب كانوا متقلين عليه سناسل، شدو قبل ما يعطي رجلو الريح وربطو في الشجره ورجع كيلهج. القرع كان مشعل بيل والضو ضارب في عيني. جبت شي حاجه ما شفتهاش ودار لعندي، وكانت اول مره ما نتخلعش في ديك الليله. شنو جبد حنش كحل وهازو فحال اللي هاز في اللوس، ما خايف ما والو وكيضحك. انا شفت فيه كنقول شنو عاود تاني؟ باقي شي حاجه اكثر من هكذا؟ غير جبد ما عندك. شاف فيا وقال لي زوينه، قال لي كيفاش هاد ربكم يخلق شي حاجه زوينه فحال هادي ويزرع فيها الشر؟ كيفاش هاد ربكم كيخلق عليكم فحال هاد المخلوقات باش يأذيوكم؟ هذا هو ربكم الرؤوف الرحيم المحب لعباده؟ باش غادي نجاوب انا دابا في الاسئله؟ دورت وجهي وهو بقى كيضحك. طلع عاوتاني في الخنشه وجبد اليد اللي مقطعه. انا شفتها، قلبي بغى يسكت عاوتاني. شاف فيا وقال لي هادي شنو باقا كدير هنا؟ رماها للديب في واحد المنظر عمرني ننساه. فكرني في دوك الناس وولاد كيليميني اللي كيمشيو لازرو وكيبقاو يلوحوا كاوكاو القروده. جبد واحد الحفنه ديال سنان من جيبو وقال لي دير هادو في فمك. شديتهم، بقيت كنحقق فيهم، لقيتهم سنان ديال بنادم. هادو سنان بنادم؟ تا كيفاش بغيتيني نديرهم في فمي؟ قال لي غير حطهم وما تبلعهمش. اول حاجه طاحت لي في بالي هو باللي هاد سنان هما النيد ديال موليد. خشيتهم في فمي وبقيت كنتسناه شنو يقول لي. عطاني الخنجر في يدي وشد قبالتي الحنش كل طرف في جهه وقال لي ذبحوا من هنا. وانا تصدمت، شفت فيه وفمي عامر ودرت ليه براسي لا. ناض كيغوت قال لي راه خاصك تذبحوا وتشرب الدم. منين غادي نجيب لك انا سبع في هاد الخلا؟ منين غنجيب لك تمساح؟ انا سمعت خاصني نشرب الدم. صافي تسالى الصبر، حيد داكشي من فمي وجلست كنبكي. بكيت فحال اللي الله خرجت من كرش امي. ما عرفتش واش سيدي ربي اللي عطاني الصبر هاد السيمانه باش ما نحماقش، ولا انا صبار.
عرفت الدموع ما غادي ينفعوني في والو في هاد اللحظه، ولكن هما الحاجه الوحيده اللي كانوا يقدروا يعاونوني. في ديك اللحظه جا يوسف وكيهدأ فيا ويصبرني، بقى كيهضر بزاف وما كنتش كنسمع والو. عييت نسمع، انا خاصني نرجع لدارنا، ما بقيتش باغي نسمع والو. وحل واحد بقى ليا، نتبع هادشي، نموت ولا نبقى عايش. منين كيبتاليك الله تعالى في هاد الدنيا كتولي متبع اي خرافه، اي طبيب، اي لمحه امل. تقدر تكون عارف راسك بنادم كيكذب عليك، ولكن غتشيقو غير حيت كتكون شاد في اي حاجه تقدر تفكك من داكشي اللي انت حاصل فيه. وقفت ومسح الدموع، شفت فيه وقلت لي شد نوريك. شاف فيه واحد الشوفات في شكل بحال اللي كيقول لي هادشي كامل وباقي قادر تهدر. رجعت سنان لفمي وما بقاش كيهمني واش ديال بنادم ولا ديال ديناصور. شديت الخنجر بيدي اليمنيه، قال لي لا شدو بالشمال. دوزت على الحنش، دوزه وحده، راسو بقى في جهه والشي الاخر في جهه اخرى. فتحت فمي وبقى الدم كيطرش ليا في وجهي كامل. غمضت عينيا وما قدرش نحلهم. وجهي كان بارد والدم سخون والقرعه كيغوت وكيقول لي بلع بلع. بغيت نقول لكم لو ما ذاق، ولكن عمري ما غادي نعرف نوصفه. حسيت بالدم حبس وانا نفتح عينيا، لقيت القرع شاد الكسده ديال الحنش وكيلهج، ويوسف ومول الديب فاتحين فمهم فيا. اي واحد كان غادي يكون في بلاصتهم اول حاجه كان غادي يقول في بالو هي هاد البرهوش كيفاش بقى صابر لهاد الشي كامل. طلق الحنش في البير وجلسني ووقف حدايا، حط يدي على راسي وبقى كيقرع ليا وكيبكي. ما فهمت والو، ولكن حسيت بداكشي اللي كان كيقول. وقفني، قال لي حل فمك، دفل فيه، وقال لي خرج دوك سنان من فمك. حطيتهم ليه في يدو، شدهم وطلقهم في البير. بقيت واقف ومغمض عيني، تسنيت نسمع الصوت في الماء، ما سمعت والو. درت شفت يوسف ومول الديب، لقيتهم هازين السلوب. جاو حطوه حدايا، دوا يوسف بالبيل وقال لي شفتي دوك جوج حديدات؟ شفتهم، وحده غتحط عليها رجلك والاخرى شد فيها بيدك. سولتو غطلعوني بالزرفه، ما جاوبنيش وناض شد السلوب وهبطو في البير. شاف فيا القرع وقال لي شوف فين كتحط رجلك، عاد نزل. من اول درجه حطيت فيها رجلي عرفت راسي ما غاديش نرجع. اي انسان كيفكر بعقله ما كانش غادي يهبط في ديك اللحظه، ولكن انا ما كنتش كنفكر وما كنتش طبيعي. مع كل خطوه كنت كنهبط، كنت كنبقى نشوف في الملامح ديالهم مزيرين. ما عرفتش واش السلوم ثقيل ولا من شي حاجه اخرى. حطيت رجلي وشديت بيدي، طلع ليا القرع، قال لي هو هذاك مزيان. ما كنتش قاد نهضر، غير حركت راسي، غمضت عيني وما كنتش قاد نحلهم. بقيت كنسمعهم كيجمعوا الصنادق. شويه الصوت بدا كيبعد، بديت كنغوت يوسف يوسف يوسف. كنت كنغوت وكنسمع الصوت ديال الخطاوي ديالهم كيبعد، والديب كيلهج والسلاسل كيتقرقبوا. خوت وبكيت وزاوقت فيهم، ولكن مني سكت ما بقيتش كنسمع والو. بعدوا مشاو. حبس حبس، انت اللي كتسمع هادشي، غمض عينيك وتخيل راسك في بلاصتي. ما قدرتيش ياك؟ انا ما قدرتش نصبر. بقيت كنغوت بحال شي واحد مسعور كيتنشفو الدموع. غوت كنت كنحس بالحلقه ديالي غادي تفرقع. بقيت كنتمنى الموت ولكن ما لقيتهاش. بغيت نقتل راسي وما عرفتش كيفاش. كنت كنهز راسي وكنشوف غير النجوم في السماء وكنبقى نغوت وكنسمع غير الصوت ديالي كيتعاود. كنت كنبكي وكنسمع غير الصوت ديال الماء من تحتي، الصوت ديال الريح في السماء. عمرني نسيت وعمرني غادي ننسى ديك اللحظه. كنت كنبكي ماشي حيت كنت خايف، حيت كنت عارف راسي غادي نموت بوحدي وحد ما غيجيب خباري، بحال شي ناموسه كتموت وما كيعرفها حد واش ماتت. بغيت نطلق ونطيح للماء ولكن ما نقدرش. كنت كنغوت وكنسكت وكنبقى نبكي
ما كنتش كنفكر باللي ربي غادي يكتب لي حياة جديدة. الفكرة اللي كانت في راسي هي باللي داكشي اللي شربت مسموم وغادي نموت ونتدفن هنا. كنت كنطلب من الله داكشي بصح مسموم، كنت باغي غير نموت. دوزت الليلة كاملة وانا كنغوت وكنبكي، تحليت عيني الصباح وشفت السما بدات كتضوي والصباح بدا كيطلع. في ديك اللحظة يدي كانت عيات وشدني واحد الوجع في كرشي. كنت غادي نطلق من الحديدة، في واحد اللقطة بديت كنتقيا، تقييت بحال كنت واكل التراب، تحسيت بمصارني غادي يخرجوا. بقيت كنتنفس بالزربة بحال اللي راني جريت ساعتين، ولكن من بعد حسيت براسي بحال الا كنت هاز جبل وحطيته. ما كنتش قادر نزيد نغوت حيت صافي الصوت ما بقاش، والبرد فرعني وجاني العطش. بقيت مغمض عينيا وكندعي وكنقول مادام كاين بير في هاد الخلا فراه السراح كيجيو في الصباح يسرحوا. قلت غادي يجي شي واحد يعمر الماء ويلقاني. كنسكت، ومره ملي كنحس بشي حاجه كنبدا نغوت. بقيت بزاف ديال الوقت وانا غير مغمض عينيا، حتى لواحد اللقطه سمعت صوت بعيد، صوت غادي وكيقرب بحال القران. قران، والطريقه ديال الترتيل ديالو اللي في المقابر. كنت كنغوت ديال بصح، نخليك انت تتصور. بقيت كنغوت وكنغوت وفرحان، حيت اصلا كون غير سمعت النبحه ديال الكلب في داك اللحظه كنت غادي نفرح. واخا نعيا نوصف ما غاديش نحسو بداكشي اللي حسيت بيه في ديك اللحظه. سمعت القران سكت، والصوت ديال الجدرة كيقرب لجهتي. تما بديت كنبكي، واول مره غنعرف شنو هي دموع الفرحه. ما كنتش كنحس بالدموع في وجهي حيت عينيا كانوا خواو. احلى صوت سمعته في حياتي اشرف. حليت عينيا وما بانش ليا شكون، شفت غير جوج ديال الريوس. كانت الشمس وكنت عييت، عرفت راسي غادي نعيش. بقيت كنسمعهم كيغوتوا بسميتي، ما كنتش قادر ننطق. كنت كنتسناهم غير يطلعوني بحال شي طير كيتسنى يفتحوا عليه القفص. هبطوا لي السلوب، ما كرهتش نعنقو، ما عقلتش على راسي، تلقيتهم واقفين حدايا. ما حسيتش براسي كيفاش طلعت في السلوم. كنت كنضحك، صدمت وكنت كنضحك. كتعرفوا داك الابتسامه ديال الانتصار هاديك ما حيداتش من وجهي. عرفت راسي انتصرت على الموت. شادين فيا وانا مصدوم، كنسمع غير الصوت في ودني. اشرف ولدي، هذا انا، عرفتيني؟ بقيت عاقل على كل ثانيه من ديك اللحظات، حيت من داك النهار اللي خرجت فيه من البير بحال اللي خرجت من كرش امي. كانوا كيهضروا معايا وكيتبتوني وانا كنشوف في الشجر، كنحس بالريح في وجهي، كنتامل في الوجوه ديالهم بحال شي عمى اول مره غادي يشوف. واحد فيهم كان شاد في كتافي وكيحركني. انا معاك ولدي، صافي ما تخافش. انا جيت ولدي، شفت فيه وبقيت كنحقق. غوتت مره وحده، موحه ما حسيتش براسي، تلقيتو معنقني. كان الصباح وانا ما لابس والو، بالدموع ديالو على صدري ما بغيتش نطلق منه. كنت مخلوع من كل شيء حتى من راسي. كنت كنمشي شحال هادي لعند الوالد زياره للحبس. واحد خيي كنت كنشوفو ديما فيه الهضره بزاف. واحد المره سمعتو قال واحد الجمله وعمرني فهمتها: الحريه. كتعرف شنو هي الحريه؟ هي مني كنخسرو كل شيء عاد كنوليو احرار. ديما كنت كنقول شنو كيخربق هاد خونا، ولكن في داك الصباح فهمت الجمله. بقيت معنق موحه، درت وشفت معاه واحد السيد من اجمل خلق الله. حسيت بيه بحال اللي حابس الدموع، ما كنعرفوش وعمرني شفتو. بلا ما يقول حتى كلمه عنقشو بحال اللي كنعرفو من شحال هادي. موحه كان فرحان اكثر مني والله، هز راسو للسما وبقى كيحمد الله. بقاو شادين ليا في يدي وكيسولوني: ما فيك والو؟ كتشوف مزيان؟ شنو وقع؟ ما كانش عندي الجهد اللي نقول شي كلمه، بقيت غير كنشوف فيهم. قالوا لي: لبس حوايجك بالزربه، غادي نمشيو في حالنا. درتو، لقيت حوايجي محطوطين حدا الصندوق، ما فهمت والو. مشيت مزروب، لقيتو الصندوق ديال الرماد، هزيت حوايجي ولبستهم. ما لقيت السبرديله، خونا بقى محمر فيها
والله ما رحمني، وما غاديش يجي حتى قد ولد الناس، رجلو كبر من القضيه الفلسطينيه. المهم داك الفقيه اللي كان مع موحى سميتو ياسين حيد البلغه من رجليه وعطاها لي نلبسها مسكين. انا في ديك اللحظه كان خاصني غير نشرب، بقيت كنقول ليهم الماء خاصني غير الماء. خرجت من البيرو فيا العطش. عجيب امرك يا دنيا. قالوا لي اصبر تنوصلوا، داروني في الوسط والطريق كامله ما قلت حتى كلمه. كانوا غادين بيا وكيقراو القران. الطريق ديال هاد المره ماشي هي النيت اللي جيت منها. بالزربه وصلنا للدوار وما دزناش وسط الشجر والغابه. الدنيا كانت كامله اراضي فلاحيه. وصلنا لداخل ديال واحد الدوار وعرفت شو ماشي هو النيت اللي كنت فيه مع القرع وصحابو. درت لعند موحى واول حاجه نطقت بيها فين حنا. قال لي اسكت ما تهدرش. منين وصلنا لوسط الدوار لقينا جمهور ديال عباد الله. كنت مصدوم وزادوا صدموني. كلشي كيشوف فيا. بقيت كنسمع غير ها هما لقاوه، ها هو جا، واش هو هذا. عرفت الهضره كامله دايره عليا. قال لي موحى تمشى بالزربه، كانوا غاديين بيا والخطوات كيتسارعوا. درت مورايا لقيت دوك عباد الله كاملين تابعيننا. طلعنا في واحد العقبه قاصحه. كنت عيان وفيا العطش، كنت غادي نموت. وصلنا لواحد البلاصه وحليت عيني. من تشوف الاولى عرفتو جامع. دخلنا وبقى ياسين برا. عرفتو غادي يهضر مع الالتراس اللي كانوا تابعيننا. دخلنا واول حاجه لاحظت الجامع واخا بصير كان زوين بزاف. الريحه ديال الزرابي بحال الا باقيين جداد. وفي واحد القنت كانوا مسطرين اللواح ومرتبين وحاطهم بواحد الطريقه بحال الا حياته كامله دايره على دوك اللواح. جلسني موحى على الارض وقال لي تسنى. دخل ياسين وشد الباب ديال الجامع وجلس حدايا. كل مره كان كيدور يشوف فيا بحال اللي ما متيقش راه بصح انا اللي جالس حداه. تفكر ونهار جاب لي بوديزه ديال الماء باش نشرب. قراونا في المدرسه بلي الماء لا مذاق له غير كذبوا علينا. انا في ديك اللحظه حسيت براسي بحال كنشرب دواء الموت. بقيت كنشرب درجة ياسين بقى كيحيد لي البوديزه من يدي وكيقول لي راه غادي يضرك. جا موحى وجاب معاه واحد السيد كبير في العمر فايت 80 عام. السيد شافني وبقى كيقرب لوجهي ويحقق وكيقلب فيا بحال شي واحد من اثيوبيا وعطيتيه ايباد. في ديك اللحظه موحى وياسين كانوا كيهضروا. فهمت من هضرتهم باللي الناس ديال الطوار كاملين كانوا كيقلبوا عليا وكيتسناوني نجي. انا ما فهمتش كيفاش الناس عرفوا بهذا الشيء وكيفاش موحى بان فجأة ولقاني. ما كنتش قادر نهدر وما كنتش قادر نسول. الحاجه الوحيده اللي نطقت بيها عطيوني تليفوني نهضر مع الوالده. موحى عنقني وقال لي صبر كل شيء بوقته. دار لعندهم الراجل الكبير وقال لهم على بركه الله نبداو. شنو غادي نبداو؟ واش باقي من بعد؟ انا ما كنتش قادر نزيد. قلت لهم لا ما خاصني والو، بعدوا مني. ديك اللحظه ما كانش عندي الثقه في حتى واحد. كيفاش غادي نثيق من بعد ما داز عليا داكشي كامل؟ رجلي ولي هما مني وكيعكلوني. كيفاش عاد غنثيق في بنادم؟ شد ليا موحى في يدي وقال لي ما عندك مناش تخاف ولدي، انا معاك وباذن الله راه غادي تنسى هادشي كامل. ما جاوبتوش ولكن شفت في عينيه وقريت الصدق. عرفت وما كيكذبش. دخلوني لواحد البيت صغير لقيت فيه مغسله ديال الموتى ومحمل ومحطوط فوقو كفن. دار لعندي الفقيه الكبير وقال لي هذا كان ديالك ولدي اشرف، ولكن دابا راه مكتاب لشي واحد غيرك. شفت في الكفن وضحكت في خاطري بحال اللي قلت ليه ماشي اليوم. كنت خايف ولكن ماشي من الموت. او كيهضروا بيناتهم وانا كنت تامل في المحمل وكنت تخيل راسي مجبد فوقه. شويه دار عندي موحى وقال لي اسمعني يا ولدي راه خاصنا نختنوك. ما فهمتوش انا في الاول. قلت ليه كيفاش؟ قال لي خاصنا نعاودوك بالطهاره. وهي ناري اش كيقول هذا؟ فين ما كنت كنتفكر هذا المنظر كنموت بالضحك. شديت في سميتو عليه وقلت ليه لا نتوما مالكم هبلتو؟ نصبر على كل شيء، الدياب والحنوشه والجنون والموت، ولكن الا الشرف اولاد الناس. جلسني حداه
وشرح لي بلي داك الشيء غير شكليا وما غادي يوقع والو. بقى معايا تقشانات، راه للضرورة شي احكام. مهم خليكم نتوما تخيلوا المنظر، ما كاين لا شوف حمامه لا والو. تسمعت المقص زغرت، جلسوني على واحد الخشبه وانا حابس الضحكه، نسيت كل شي اللي فات. بقى في بالي المنظر ديال داك الساعه. دخل ياسين وفي يدو جوج سطوله، قال لي حيد حوايجك باش نغسلوك. ما بغيتش نبقى نسول، فهمت باللي غادي يغسلوني بحال الموتى. غمضت عيني وبقيت كنحس بالبروده ديال الماء. داروا داك الشي تما بحال طقوس الغسل، نوضوني وخرجوني بفوطه. كنت كنقفز بالبرد. جا موها وعطاني واحد الميكا فيها قندوره وحوايج جداد. قال لي لبس هادو، راه شريتهم على ودك في الطريق بصحتك. لبستهم وبقيت كنشوف راسي فواحد المرايه صغيره معلقه حدا المحراب. جا الراجل الكبير وعطاني واحد الطرف ديال المسك، ما عرفتوش في اول مره. بقيت كنشوف فيه. قال لي حكو في حوايجك ومورا ودنك، في واحد الريحه واعره. نسيت الجوع والعيا وكل شي. كانوا واقفين بعاد عليا وكيهضروا وانا كنتامل في الشرجم، والدراري الصغار معلقين فيه وباغيين يطلوا. شيرت ليهم وهما يهربوا. جا ياسين ولقاني كنشوف في المرايه. قال لي انا غادي ندير لك شي عشوب باش تحيد منك ديك الزروقيه والضرب اللي في وجهك. عيطوا ليه موحى ولفقيه، بقاو كيهضروا تقريبا شي 10 ديال الدقائق. وجا عندي قال لي كتحس براسك مزيان؟ غير هزيت راسي زعما وقفوني، وقفوا اونفاس معايا وبداو كيقولوا شي حاجه. عقلت غير في الاول قال بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا العبد ضعيف، وكان كيهضر بالزربه ما قدرتش نركز معاه. كنت مره كنسمعو كيقول سميتي سالا وسكت. واحد 10 ديال الثواني دازو عليا فحال 10 سنين. زاد عندي ياسين وتبسم في وجهي، ما فهمتوش. قرب لودني وبقى كيأذن. حسيت براسي ارتاحيت، كنت كنحس بكل كلمه، كل حرف، كل رنه ديال الصوت ديالو. سالا وعاود نفس الابتسامه ورجع للور. كانت النوبه ديال موحى وكالعاده ما كيحيدش كلمه ولدي من فمه. قال لي انطق معايا الشهاده ولدي. في ديك اللحظه فهمت كل شي. فهمت باللي غادي نولي مسلم، فهمت باللي صافي تسالى كل شي، فهمت باللي غادي نبدا حياه جديده، فهمت باللي الله اللي ابتلاني هو النيت الغفور الرحيم المحب لعباده. عليت صبعي وغمضت عيني، وكانت احلى لحظه في حياتي. نسيت كل شي اللي داز عليا. لساني بلا ما نطاوعو نطق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتحت عيني واقسم بالله العلي العظيم شفت الدنيا نظره وحده اخرى. اول دمعه نزلت من العين اليمنى، واول صوت سمعته ديال عمي موحى. مرحبا بك في ديال الحق، مرحبا بك في ديال الاسلام. كنت عاقل غير على سميتي، غير على شكون انا واحد الدري صغير درت واحد الذنب كبير في حياتي. انا اللي كنت مسلم غير حيت تولدت في دوله اسلاميه. انا اللي كنت كنشوف الدنيا كامله كحله. انا اللي ما كان كيعجبني والو. انا اللي كنت كنبكي ميمتي كل صباح وعشيه. انا اللي اديت راسي واديت الناس اللي معايا بزاف. وعلاش؟ حيت كنت كنبغي غير راسي. دابا وليت مسلم، دابا كلشي تسالى. صافي الدموع اللي خسرت غادي نعوضهم بالفرحه. ديك الساعه عاد حسيت براسي وليت بنادم. اللي سبق وضرباتو طونوبيل وناض واقف في البلاصه هو اللي غادي يعرف الاحساس اللي كنت فيه. سلموا عليا بثلاثه بيهم. كنت باغي نبكي ولكن الفرحه كانت مغلبه على الدموع. خرجنا من الجامع ومشينا لواحد الدار ملاصقه معاه. دخلنا وغير من الطريقه اللي كان كيتصرف بها ياسين عرفتها دارهم. دار كانت زوينه وكامله مصبوغه بالبيض. الريحه ديال الصباح في شكل والبرد قاصح. درت لعند الحاج الكبير قلت لي فين حنا؟ قال لي في دار ياسين. قلت ليه لا البلاصه. قال لي بلاتي وغادي نهضروا في هذا الشيء كامل. دخلنا لواحد البيت كان فرش وزوين بحال شي دار في المدينه. جلسنا ورحبت بينا واحد السيده الله يعمرها دار. عرفتها الزوجه ديال ياسين. طلبت من موحى البورطابل
قال لي النمره ديال الوالده ديالك عندي، غادي ندوي معاها انا الاول. خرج وبقى تقريبا شي 10 ديال الدقائق وما بغاش يهضر حدايا. رجع وعطاني البورطابل. الصوت اللي تقدر تسمعه واخا تكون سمك هو صوت ميمتك. ولدي، كنت محتاج نسمع غير هاد الكلمه باش ترجع فيا الروح. قلت لها الو الوالده، وبقيت كنسمع غير البكا، ما قدرتش تسكت.